الوصفة دي ليكوا انتوا، يعني ما ينفعش تتقدم للضيوف لانها بصراحة بتبقى باظظ باظظ خالص. يا مساء الورد على احلى متابعين في الدنيا. زي ما انتوا شايفين احنا هنعمل فطيرة التفاح، ولكن بطريقة اقتصادية. انا عملتها معاكم قبل كده بعجينة الباف بيستري الجاهزة، وعملتها معاكم بعجينة انا عملتها في البيت، وكمان عملت الابل كرامبل اللي هي بتتعمل بالشوفان. ولكن نظرا ان الاسعار غالية ومش كله يقدر يشتري العجينة بتاعة الباف بيستري، فانا حبيت ان انا اعملها بطريقة اقتصادية بعيش التورتيلا اللي هو متوفر وفي نفس الوقت سعره مناسب. ولكن محتاجين شوية تريكات كده من اول الحشوة لحد التسوية علشان تظبط معايا. تابعوا الفيديو الاخر وصلوا على الحبيب المصطفى محمد، ويلا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. عندي معلقتين ميه كبار من الحنفيه، وهحط معلقه مليانه كبيره كده من الجيلاتين النباتي، ولازم اوزعه بالشكل ده. انا هحتاج ان انا احط معلقه تاني، فانا كده عندي 3 معالق كبار، وهقلبه وهركنه واسيبه على جنب. الوصفه دي ما ينفعش تتعمل بالنشا، لازم استخدم فيها الجيلاتين النباتي. عندي 3 حبات كبار من التفاح، قشرتهم وحطيت عليهم عصير نص ليمونة علشان ما يسودش. لو انا ايدي مش سريعة في تقشير التفاح، فهحطه في مية وانا بقشره كده كأني بعمل زي البطاطس بالظبط علشان ما يسودش. واول لما اقطعه اصفيه واحط عليه الليمون. الحلة بتاعتي بقى فيها معلقة كبيرة من الزبدة، ما حطيتش زيت، وهنزل التفاح ما بين الوسط والهادية عشان عايزاه يجيب ميته. هديله تقليبة سريعة كده مع الزبدة، وهحط السكر. انا استخدمت 5 معالق كبار من السكر، انا عندي ما كانش مسكر قوي، فكفاية قوي ال5 معالق. وهبتدي ان انا اقلب علشان السكر يدوب. انا عاملة الشرايح يعني حجمها كبير شوية بس في نفس الوقت رفيعة، فهي مش هتاخد وقت معايا في السوا، بس انا عايزة المية بتاعته تنزل. وهقلب بقى ما بين الوسط وما بين الهادية لحد لما ميته تنزل معايا خالص. مش هسيب التفاح، هو ما بياخدش معايا دقايق، فما ينفعش ان انا اسيبه. اول لما ينزل كل المية اللي فيه، هبتدي ان انا انزل الجيلاتين. مهم جدا اتاكد ان الجيلاتين بتاعي يكون كويس، ما يكونش فيه ريحة. النباتي اللي احنا بنشتريه ما فيهوش ريحة خالص، لو فيه ريحة فده هيبقى تخزينه او هو ذات نفسه مش كويس. نخلي بالنا لو مستخدمين التفاح الاخضر اللي هو الجامد قوي ده، فده بيبقى محتاج سوى زيادة شوية ومحتاج سكر زيادة. لو طبعا بنحبه ان هو يعني مش مهري قوي بس وسط، او في ناس بتحب اللي هو يعني يقرش معاها، دي حاجة ترجع لكم. بعد ما حطيت الجيلاتين وداب معايا، حطيت المعلقة الصغيرة من القرفة، خليتها في الاخر خالص. هنا ممكن ندوق السكر ونشوف اذا كنا محتاجين تاني ولا لا، بس انا محتاجتش سكر تاني. هسيبه يبرد تماما، وبعد كده اغطيه واحطه في التلاجة لحد لما يتماسك ويبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه بالمنظر ده. انا عايزه القوام ده، لان لو حطيت النشا مش هيتماسك بالشكل ده، هيخلي العيش التورتيلا بتاعي مبلول، فده مش هيبقى كويس معايا. هجيب بقى الخبز بتاعي وابتدي ان انا احط التفاح واقفله كويس. لو عندكم الخبز حجمه كبير ممكن تعملوه رولات، او لو هو طازة فريش ممكن يبقى يتعمل رول بسهولة. هيبقى افضل بالنسبة لي كتير، هيبقى مش الحشو مش هيقع منه، وهيبقى متماسك اكتر، وده هيبقى بالنسبة لي حلو يعني. بس انا عندي ده كنت جايباه وشايلاه في الفريزر، فما كانش فيه الامكانية ان انا اعمله رول، وكمان حجمه كان صغير. اوقات بلاقيه في اماكن بعيدة عني، فبجيبه مثلا بشيله في الفريزر بيقعد معايا. بس مهم ان انا اتاكد ان انا حطاه مفرود كويس، ولما اطلعه من الفريزر ما اجيش جنبه عشان لو لمسته ممكن يتكسر، واسيبه لحد لما يفك تماما. ممكن وانا بفكه يعني لما مطرح يتفك، لو انا الديب فريزر عندي ديب فروست، يكون طاله ميه من جوه، مع ان انا بيبقى في الكيس بتاعه مقفول وكمان حاطاه جوه شنطه. مفيش مشكله، اي طاسه واحطها في يعني على النار تسخن من غير اي مادة دهنية، واحط كده العيش عليه على طول هيرجع زي ما كان. طيب بعد ما حشيته مهم جدا ان انا اسيبه نص ساعة في الفريزر، لازم يجمد معايا، او في التلاجة من بالليل لو انا مش مستعجل عليه. قبل التسوية بحط ربع كوباية من الزيت، ولازم الطاسة تسخن، انا عايزاه ياخد لون قبل ما تسيح التفاح من جوه. لو ساحت المادة السائلة بتاعت التفاح هتخرج، وهتعمل لي مشكلة ان هي هتتكرمل مع الزيت ومش هتبقى حلوة. هو بياخد في ثواني لون، على نار عالية بكون شغالة، وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده هضغط ضغطة واقلب، هي فعلا فعلا في دقايق.
وما تقلقوش بيسيح على طول الجيلاتين وبيفك من الحرارة وبيبقى كأني لسه عاملاه على النار. عايزه اقول لكم ان هي طعمها حلو جدا، هي خبز تورتيلا خفيفه ما فيهاش نسبه دهون كتيره زي الزبده اللي بنحطها كتير، وكمان اقتصاديه بمعنى الكلمه. وعايزه اوريكم شكل التفاح من الجوه مطرح السخونيه على طول داب الجيلاتين فيه ورجع سائل القوام بتاعه. فبجد لازم تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.